تصريح خطير وقوي جدا من المدرب الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب الفرنسي للسيدات بعد الخسارة القاسية والمذلة امام المنتخب الاسترالي بركلات الترجيح 7-6. السلام عليكم عزيزي المشاهد، وصل لك الفيديو ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اليوم كانت خسارة قاسية وحزن كبير جدا في الشارع الفرنسي بعد خسارة المنتخب الفرنسي للسيدات كمان وخروجه من كأس العالم. عشان يسيطر الحزن بشكل كبير جدا على الجماهير الفرنسية ويخرج المدرب الفرنسي هيرفي رونار في لقاء صحفي بعد نهاية المباراة وبكاء شديد جدا للاعبات المنتخب الفرنسي، ويتكلم ويقول المباراة كانت تسير بشكل جيد، 120 دقيقة كنا الأفضل فيهم وكنا نقدر إننا نسجل، ولكن ما استطعناش عشان نتوجه لركلات الترجيح وبعدين نخسر. وأضاف بكل أسف شديد أنا حققت بطولات كتيرة جدا في أفريقيا والشرق الأوسط، ولكن لم أستطع تحقيق أي بطولة أو لقب مع منتخب بلادي. طبعا كلنا عارفين هيرفي رونار مشهور جدا في الشرق الاوسط وافريقيا. ازاي المدرب دوت قدر ان هو يحقق بطولتين كأس الامم الافريقية سنة 2012 مع المنتخب الزامبي و2015 مع الكوت ديفوار. تخيل معايا درب كمان منتخب السعودية وقدر انه يوصلهم لكأس العالم وفازوا على الارجنتين اللي هي حاملة اللقب حاليا. مدرب كبير درب كمان المنتخب المغربي مش عايزين ننسى، وقدر ان هو يوصل معاهم لكأس العالم مونديال روسيا. بعد كل دوت فبيقول ان هو مش حاسس ان هو عارف يقدم حاجة مع منتخب بلاده. فالحقيقة وبكل صراحة لا، الراجل دوت ليه صولات وجولات في افريقيا وكمان في الشرق الاوسط، فلازم نديله حقه. ولكن مع فرنسا مش مدياله فرصة، مش معترفة بيه. يعني شوفوا واتفرج معايا هيرفي رونار بيدرب في افريقيا من 2012، كسب مع زامبيا كأس الامم الافريقية، وحتى ما قالوا له تعال عندنا درب منتخب الناشئين، درب منتخب تحت 17 سنة، مش بيكلموه نهائيا ولا معبرينه. وهو حتى من نبرة كلامه وطريقته حزين جدا من عدم التقدير اللي بيتعرض ليه في فرنسا. وفي النهاية وده شيء منطقي، اي مباراة لازم يكون فيها فائز وخاسر، فعشان كده بنبارك للمنتخب الاسترالي، فاز قدر ان هو يقفل دفاعاته 120 دقيقة بيلعبوا مفيش اهداف، 0-0 التعادل هو سيد الموقف لحد ما وصل ركلات الترجيح والجماهير وعامل الارض. قدر يفوز المنتخب الاسترالي على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح ويتأهل بعد كده لنصف النهائي. وفي نهاية الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وليك الفيسبوك في اول كومنت. اعمل